هل تعبتي من فكرة الدايت والخوف من الترهلات؟ بتخسري وزن وبتلاقي بشرتك ما عم تشد وصارت رخوة ومترهلة، فلا تقلقي ابدا، الحل بين ايديكي. لانه كتير بنات بتدخل بدوامة الدايت القاسي، بتنزل ارقام على الميزان بس تنصدم بالشكل النهائي للجلد انه صار مترهل. ليش بصير هيك؟ ببساطة لانه الدهون بتنزل بسرعة وما في شي بياخد مكانها يشد الجلد، فبتطلع النتيجة ترهل ممكن يكون صعب تتخلصي منه. ولكن الخبر الحلو في سر بسيط ومضمون بيمنع هالشي تماما: التركيز على تمارين القوة والمقاومة. شوفي، العضلات مو بس للشكل الجميل، هي الدرع الواقي ضد الترهلات. لما تتمرني مقاومة سواء بوزن جسمك او باوزان خفيفة، فانت بهالحالة بتبني عضلات قوية. هاي العضلات بتملي المساحة يلي كانت مليانة دهون وبتدعم جلدك من تحت، فبصير مشدود واحلى بكتير. يعني الموضوع مو بس حرق سعرات وتنزيل وزن، لا، الموضوع بناء وشد. وكمان ممكن تبني عضلات وتحرق دهون بنفس الوقت، خاصة اذا كنت لسه في البداية، لانه جسمك عنده قدرة رهيبة على التكيف، بس بدها التحفيز الصح. فلهيك لا تخلي الترهلات توقف حلمك بالجسم المثالي. ابدأي بتمارين القوة والمقاومة اليوم وشوفي كيف جسمك رح يتغير للأفضل ويصير مشدود ومرتب. ولو بدك مساعدة في خطة متكاملة للدايت وتدريب بيناسبك وبيمنع الترهلات، تواصلي معي. كل التفاصيل رح تلاقيها بالفيديو الكامل الموجود في قناتي على اليوتيوب، اسم قناتي دوبا فيت، ورح يكون رابط القناة بالبايو. ولا تنسي المتابعة واللايك والشير، واي سؤال اكتبي لي اياه بالتعليقات. سلام.